أنا سلمى عندي 45 سنة، ودي قصتي أنا وأخويا كريم اللي عنده 48 سنة، وحكايتي كمان مع بنتي ليلى اللي عندها 19 سنة. اسمعوا القصة دي كويس علشان محدش يحكم علينا من غير ما يفهم اللي حصل، وإزاي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي. إزاي أخويا كريم اللي فقد زوجته منال بعد صراع مع المرض دخل بيتي وحياتي اتقلبت راسة على عقب، وإزاي بنتي ليلى قالت لي كلام ما كنتش مش هتوقعه أبدا. القصة دي لازم تسمعوها من أولها لآخرها علشان تفهموا السر اللي بينا وتعرفوا مين اللي كان محتاج للتاني أكتر. وياريت لو مرة تدخل ياريت تشترك وتنورنا في القناة وتفعل زر الجرس علشان القصة دي توصل لك كامله. ولو انت من عيلتنا ما تنساش اللايك علشان القصة دي تطلع وتوصل لكل الناس. يلا بينا نبتدي القصة النهاردة ونشوف ايه اللي حصل بين الأخت وأخوها تحت عيون بنتها. أنا سلمى عندي 45 سنة، إرماله بقى 4 سنين. جوزي طارق مات في حادثه وساباني أنا وبنتي ليلى لوحدنا، بشتغل مدرسه في مدرسه ثانوي وعايشه في شقه 3 أوض في مدينة نصر. مشكلتي الكبيرة اللي بتموتني من جوايا هي لوحده القتلو اللي بتيجي في الليل لما بنتي تنام وأفضل قاعده لوحدي في الصالة. بفكر في حياتي اللي راحت 4 سنين وأنا عايشه. كان يرهبه مفيش راجل، مفيش حد يحسسني إني ست ولسه عايشه. كنت دايما أقول لنفسي يا سلمى أنت لسه صغيرة، 45 سنة مش كبيره قوي، لسه ممكن تعيشي. بس الخوف من كلام الناس والعيب والحرام كان دايما يوقفني. أخويا كريم كان متجوز منال ست محترمة وطيبة قوي، وكانوا عايشين في الإسكندرية. هو مهندس في شركة بترول كبيره، بس القدر كان له راي تاني. منال تشخصت بسرطان الثدي وفضلت تحارب المرض سنتين كاملين، وكريم كان جنبها في كل خطوة. أنا كنت بزورهم كل شهر وكنت بشوف أخويا بيسبل قدام عيني من الحزن والتعب لحد ما منال ماتت وسابته لوحده. بعد ما منال ماتت كريم أدمر نفسيا، كان بيتصل بيا كل يوم يعيط في التليفون يقول لي يا سلمى أنا مش قادر أعيش لوحدي، الشقة بقت قبر، أنا بموت من جوايا. أنا فضلت أتحايل عليه يجي يقعد معايا في القاهرة بس هو كان رافض، كان بيقول أنا مش عايزة أتقل عليا، أنت عندك بنتك وحياتك. بس أنا ما استسلمتش، فضلت أكلمه كل يوم لحد ما قال لي كويس هاجي أقعد معاكي شهر علشان أغير جو وأحاول أنسى. أول ما كريم دخل بيتي الموضوع اختلف، كان شكله متعب قوي، وجهه أصفر ووزنه نزل كتير، بس لسه كان راجل وسين طويل حوالي 185 سم، وجسمه لسه محتفظ بقوته. رغم الحزن أنا حاولت أخليه يحس بالراحة، طبخت له كل الأكلات اللي بيحبها، خليته يقعد في أوضة الضيوف اللي جنب أوضتي وبنتي. ليلى كانت فرحانة قوي بوجود خالها، كانت دايما تقعد معاه تسمع حكاياته وتضحك معاه. بنتي ليلى دي بنت عاقله ومتفوقه في كليه الصيدلة، سنه تانية، بس الفترة دي كانت مشغوله قوي بالدراسة، كانت بتخرج الصبح وترجع بالليل، وأحيانا تبات عند صاحبتها ياسمين علشان يذاكروا مع بعض. أنا عارفه إن جمالي وجسمي لسه كويس، صدر ممتلئ وخصر لسه محتفظ بشكله ومؤخره بتلفت النظر. زي ما بيقولوا كنت بلبس في البيت لبس عادي، جلابية قطن أو بيجامه، بس مش بعمل حساب لحد ما كنتش متخيله إن وجود أخويا في البيت ممكن يعمل مشكله. بس كريم بدأ يبصلي بطريقه مختلفة. في يوم كنت بطلب منه يجيب لي صينية من فوق الدولاب العالي في المطبخ، وأنا واقفه تحت الدولاب ورفعت إيدي فوق وهو ورايا، حسيت بحاجة صلبة بتلمس ظهري كده. ده كان مفتاح العربية بتاعته زي ما كنا بنسميه. اتفاجئت بس عملت نفسي مش حاسه، وكنت بتلكك علشان أطول المدى. وهو ورايا قلت له اوعى بقى، هو فين الصينية دي مش لاقياها. ولما بصيت عليه لقيت وشه أحمر قوي وعينيه فيها حاجة غريبة، بس ده ما كانش كسوف، ده كانت شراره بدات تولع في قلبي. بعد الموقف ده بدات الأحظ حاجات كتير. كريم بقى يطول قعدته معايا في الصالة، بعد ما ليلى تنام بقينا نتفرج على مسلسلات ونشرب شاي سوا. وأحيانا كنت لاقيه بيبص على جسمي لما أقوم أجيب حاجة من المطبخ، كنت أحس بعيني بتتبعني، وكنت بحس بحاجة جوايا بتتحرك، حاجة ماتت من 4 سنين بدأت تصحى في ليله من الليالي. كنت قاعده معاه بنتفرج على فيلم وفجاه كريم قال لي يا سلمى أنا عايزه أحكي لك حاجة. قلت له اتفضل يا كريم قولي أي حاجة. قال لي أنا حاسس إني بقيت حمله عليا وعلى ليله وأني لازم أرجع الإسكندرية. قلت له بغضب إيه الكلام ده يا كريم؟ أنت أخويا وده بيتك ومش حمله على حد أبدا، أنا سعيده إنك موجود معانا. بصلي كده بنظره حزينة، هو قال يا سلمى أنا بموت من جوايا من الوحدة، منال كانت حياتي كلها، ودلوقتي أنا حاسس إني ميت وماشي على قدمي. حسيت بقلبي بيتقطع عليه، قربت منه مسكت إيده وقلت له يا كريم أنا فهماك، أنا كمان عارفه يعني إيه لوحده، أنا كمان بموت من جوايا من 4 سنين بعد ما طارق مات. أنا بعيش كان يرهبه مش عايشه زي الستات التانية. هو بص ليه بالدهشة وقال أنت يا سلمى أنت لسه صغير ولسه جميل، وليه ما تفكريش تتجوزي تاني؟ قلت له وانت يا كريم ليه ما تفكرش تتجوز تاني؟
انت راجل ولسه قدامك حياه طويله. قال لي انا خايف اخون ذكرى منال. قلت له منال ماتت وراحت، ربنا يرحمها، بس الحياه لازم تكمل. احنا التنين لسه عايشين ولازم نعيش. الكلام ده فتح باب كان مقفول بينا، بقينا نتكلم كل يوم عن مشاعرنا ووحدتنا وحياتنا اللي راحت. وكل يوم كنت لاقي نفسي بقرب منه أكت، وهو كمان بقرب مني أكت. في يوم كان قاعد في أوضته بالبنطلون الرياضة بس، وكان في الأوضة بتاعته باب أوضته كان نص مفتوح، وأنا كنت عداية قدام الأوضة. بصيت من غير قصد، لقيت المفتاح بتاعه بارز بشكل واضح تحت البنطلون. وقفت قدام الباب كده، ما قدرتش ابعد عيني عنه. هو لاحظني واتكسف شوية، بس أنا دخلت الأوضة من غير ما أحس وقلت له عايز حاجة يا كريم. هو بصلي بنظره فيها كلام كتير وقال يا سلمى أنا آسف، أنا مش قادر أتحكم في نفسي لما أشوفك. قلت له ما تعتذرش، أنا كمان مش قادره اتحكم في نفسي. قربت منه أكتر وقعدت جنبه على السرير. كان قلبي بيدق بسرعة رهيبه، وأنا حاسه إن في حاجة كبيرة هتحصل. هو مسك إيدي وقال لي يا سلمى ده حرام، إحنا إخوات. قلت له أنا عارفه إنه حرام، بس أنا تعبت من لوحده، أنا مش قادره أكمل كده، أنا محتاجه أحس إني لسه عايشه. هو سحبني ناحيته وحضني حضن طويل، حسيت بدفى جسمه ودقات قلبه، وحسيت إن أنا بموت ورجعت الحياة تاني. بدأ يبوسني على شعري وجبيني وخدودي، وأنا سايبه نفسي ليه. بعدين بص في عيني وقال أنت متكته يا سلمى. قلت له أنا متكته يا كريم، أنا عايزاك تنسيني الوحدة دي كلها. بدأ يبوسني على شفايفي بوصه طويل وعميقة. حسيت إن روحي طلعت وبدأ ينزل بالبوسات على رقبتي وصدري، وأنا بصرخ بصوت من اللذة اللي عمري ما حسيت بيها قبل كده. بدأ يخلع الجلابية بتاعتي بالراحة وأنا بساعده، وبعدين بدأ يخلع هو كمان. وأنا بصيت على المفتاح بتاعه اللي كان واقف بشكل مهيب. قلت له يا خبر، المفتاح ده كبير قوي. قال لي ده علشانك يا سلمى، ده مستني منك زمان تيجي تفتحي بيه الباب بتاعك اللي مقفول من سنين. استخدم استعاره الباب والمفتاح علشان يوصف اللي هيحصل. قربني منه ومسكني بقوه وبدأ يحط المفتاح بتاعه على الباب بتاعي، وأنا بصرخ من الإحساس الجديد ده. بدأ يدفع المفتاح جوه الباب، والباب كان ضيق من كتر السنين اللي فاتت، بس المفتاح كان قوي ودخل شوية لحد ما دخل كله. وأنا صرخت صراخه مكتومه من الوجع المخلوط باللذة. بدأ يحرك المفتاح جوه الباب ببطء في الأول، وبعدين بدأ يزود السرعة شوية. وأنا كنت بصرخ وبقول له يا كريم يا حبيبي يا روحي، كمل كمل ما توقفش. وهو كان بيقول لي يا سلمى يا حبيبتي، أنا بحبك، أنا محتاجك قد إيه، استمر في الحركة لمدة طويلة. وأنا حسيت بحاجات ما حسيتش بيها من سنين. حسيت بجسمي بيترعش كله وبيتنمل، وبعدين حسيت بانفجار جوايا زي البركان، وصرخت صرخه عليا. وهو حط ايده على بوقي علشان حد ما يسمعش. بعد شوية هو كمان وصل للدرو، وحسيت بالزيت بتاع المفتاح بينزل جوه الباب بغزاره، وبعدين وقع جنبي على السرير وهو تعبان ومتعرق. فضنا مرميين على السرير فترة طويلة من غير ما نتكلم، كنا بس بنتنفس بصعوبة وبنحاول نستوعب اللي حصل. بعدين قام وحضني وقال يا سلمى أنا آسف، أنا جبتك في حاجة حرام. قلت له ما تقولش كده، أنا اللي جبتك، أنا اللي جيت لوضتك، أنا اللي طلبت منك ده. إحنا الثانيين غلطانين، بس إحنا كمان محتاجين بعض. قال لي بس ده حرام يا سلمى، إحنا إخوات. قلت له أنا عارفه بس أنا مش قادره، ابعد عنك دلوقتي، أنا بحبك يا كريم، مش كاخ لأ كراجل. هو بص لي كده بالدهش وقال أنت بتقولي إيه يا سلمى؟ قلت له أنا بقول الحقيقة، أنا بحبك من زمان بس كنت خايفة أقول، وكنت بكبت المشاعر دي جوايا، بس دلوقتي مش قادرة أكبتها. تاني قام من على السرير ولبس هدومه بسرعة وقال لي يا سلمى ده جنون، إحنا لازم نوقف الموضوع ده، إحنا بنعمل ذنب كبير. قلت له طيب وقفه لو قادر. أنا مش قادره، أنا عشت 4 سنين ميته ودلوقتي رجعت للحياة تاني، مش هسيب الحياة دي تاني. هو خرج من الأوضة بسرعة وأنا فضلت قاعده على السرير بعيط على حالي وعلى حاله وعلى الذنب اللي عملناه. بس في نفس الوقت كنت حاسه بسعاده ما حسيتش بيها من سنين. اليوم اللي بعده كريم كان متجنبني طول النهار، ما بيبصش في عيني وبيحاول يبقى في أوضته. أغلب الوقت بنتي ليلى لاحظت إن في حاجة غلط وسألتني يا ماما إيه اللي حاصل، خالي كريم متغير ليه؟ قلت لها مفيش حاجة يا حبيبتي، هو بس تعبان شوية من الشغل. بس ليلى بنت ذكية وحسوا إن في حاجة مش طبيعية، بس معلقتش في الليل. بعد ما ليلى نامت نزلت لقيت كريم قاعد في الصالة في الضلمة. قعدت جنبه وقلت له يا كريم مش هنتكلم. قال لي عن إيه؟ هنتكلم يا سلمى، إحنا عملنا غلط ولازم نستغفر ونتوب ومش نكرره تاني. قلت له وانت قادر ما تكررهوش ثاني. هو سكت شوية وبعدين قال بصراحة لا أنا مش قادر، أنا كل ما أشوفك بفتكر اللي حصل وبتجنن. قلت له وأنا كمان يا كريم، أنا كمان مش قادره، ابعد عنك، أنا بفكر فيك كل دقيقة وقرب مني على
الكنبه وحضني وبدأ يبوسني تاني، وأنا رديت عليه بحراره وبدانا نعمل نفس اللي عملناه امبارح، بس المرة دي على الكنبه في الصالة. كان الإحساس أقوى من المرة الأولى. المفتاح دخل الباب بسهولة أكتر المرة دي، والحركة كانت أسرع وأعنف، وأنا كنت بصرخ بصوت أعلى وهو كان بيقول لي: يا سلمى، أنا بموت فيكي، أنا مش قادر استغنى عنك. استمرينا كده لمدة ربع ساعة متواصلة لحد ما وصلنا للذروة مع بعض وانفجرنا في نفس الوقت. بعد ما خلصنا فضلنا قاعدين على الكنبة وأنا راسي على صدره وهو بيلعب في شعري. قال لي: يا سلمى، إحنا بنعمل إيه في نفسنا؟ ده حرام. قلت: ألا أنا عارفه إنه حرام، بس أنا مش قادره ابعد عنك، أنا بحبك. قال لي: وأنا كمان بحبك يا سلمى، بس الحب ده حرام. إحنا لازم نلاقي حل. إيه الحل اللي أنت شايفه؟ قال لي: معرفش، بس ممكن أتجوزك. قلت له: إزاي تتجوزني؟ إحنا إخوات، ده حرام في الدين. قال لي: أنا عارف، بس أنا بدور على أي حل علشان أحلل اللي بنعمله ده. قلت له: مفيش حل يا كريم غير إننا نبطل اللي إحنا بنعمله ده. قال لي: وأنت قادرة تبطليه؟ قلت له: لا والله مش قادره. قال لي: وأنا كمان مش قادر، يبقى إيه الحل؟ قلت له: الحل إننا نكمل ونستغفى من الناس ونستغفر ربنا ونتوب قبل ما نموت. هو ضحك حزين وقال: يعني هنفضل عايشين في الذنب ده ونقول ربنا يسامحنا؟ قلت له: أنا مش لاقي حل تاني الموضوع. استمر أسبوعين كاملين كل يوم، وأحيانا أكت من مرة في اليوم الواحد كنا بنعمل نفس الحاجة، بس في أماكن مختلفة، وفي أوضتي وفي الصالة وحتى في المطبخ. مرة كنا بنستخدم استعارة المفتاح والباب طول الوقت علشان نوصف اللي بيحصل. كريم كان بيقول لي: المفتاح بتاعي بقى يعرف الباب بتاعك كويس قوي، وأنا كنت بقول له: الباب بتاعي بقى مستنيه المفتاح بتاعك كل يوم علشان يفتحه. كنا بنضحك على الكلام ده، بس في نفس الوقت كنا عارفين إننا بنعمل حرام كبير. بس اللي ما كناش نعرفه إن ليلى كانت عارفة كل حاجة في ليله من الليالي. أنا وكريم كنا في أوضتي وكنا مشغولين قوي ببعض لدرجة إننا ما سمعناش صوت الباب بيتفتح. ليلى دخلت الأوضة ووقفت عند الباب تتفرج علينا. لما أنا حسيت بوجودها وبصيت لقيتها واقفة هناك بتبص علينا بهدوء من غير ما تصرخ أو تعمل أي حاجة. أنا جمدت في مكاني وكريم كمان جمد وقام بسرعة ولبس هدومه، وأنا لبست هدومي بسرعة وأنا بعيط. كنت متوقعه إن ليلى هتصرخ فيا وتقولي: إزاي تعملي كده يا ماما؟ ده خالي، ده أخوكي. بس اللي حصل كان عكس اللي أنا متوقعاه. ليلى دخلت الأوضة وقفلت الباب وراها وقعدت على الكرسي اللي جنب السرير وبصت لينا بهدوء وقالت: يا ماما، أنا عارفة كل حاجة من أسبوعين. أنا سمعتكم أكتر من مرة، بس كنت بعمل نفسي مش عارفة. أنا اتصدمت وقلت لها: يا ليلو، أنا أسفة يا بنتي، أنا عارفة إني غلطانة وأني عملت حاجة حرام. بس أنا ليلى قطعتني وقالت: يا ماما، أنا مش زعلانة منك ولا من خالي كريم، أنا فاهمه، انتوا التعبانين ووحيدين ومحتاجين بعض. أنا شايفه إزاي أنت اتغيرتي من يوم ما خالي كريم جه. أنت بقيتي أحلى وأسعد وبقيتي بتضحكي تاني زي زمان. أنا مش عايزة أخسرك يا ماما، أنا عايزاكي تكوني سعيدة. أنا ما صدقتش اللي بسمعه وقلت لها: يا ليلى، أنت بتقولي إيه؟ قالت لي: يا ماما، أنا بقول الحقيقة، أنا شايفه إنك محتاجه حد جنبك، وخلي كريم محتاج حد جنبه كمان. ليه ما تتجوزوش؟ قلت لها: إزاي نتجوز؟ إحنا إخوات، ده حرام. قالت لي: طيب ما تعملوش اللي انتوا بتعملوه ده في السر وتعيشوا حياتكم عادي قدام الناس. قلت لها: يا بنتي، ده حرام. قالت لي: أنا عارفه إنه حرام، بس أنا شايفه إن ربنا بيسامح لو الإنسان كان محتاجه ومضطر وما عملش حاجة تضر حد. انتوا التنين مش بتضروا حد، انتوا بس بتساعدوا بعض. كريم كان ساكت طول الوقت وبيسمع الكلام ده بدهشه، وبعدين قال: يا ليلو، انت بنت عاقله وفاهمه، بس اللي أنا وماما سلمى بنعمله ده غلط وحرام ولازم يوقف. قالت له: يا خالي، أنا شايفه إن الحرام الأكبر إنك تسيب ماما تاني تعيش لوحدها وتموت من جوايا زي ما كانت قبل ما أنت تيجي، وإنك أنت كمان ترجع تعيش لوحدك في الإسكندرية وتموت من الوحدة. أنا شايفه إن انتمين محتاجين بعض ولازم تفضلوا مع بعض، بس خلي ده سر ما بينكم، ما محدش يعرف غيري أنا، وأنا مش هقول لحد أبدا. الكلام ده من ليله خلاني أعيط. اكتئمت وحضنتها وقلت لها: يا بنتي، أنت أحسن بنت في الدنيا كلها. أنا مش مصدقه إنك بتقولي الكلام ده. هي حضنتني وقالت لي: يا ماما، أنا بحبك وعايزاكي تكوني سعيدة، وخلي كريم كمان بحبه وعايزاه يكون سعيد، وأنا شايفه إنكم مع بعض سعداء، يبقى ليه أمنع السعادة دي؟ من ساعتها الموضوع اختلف خالص. أنا وكريم بقينا نعيش كأننا هنا جوز ومرات، بس في السر وقدام الناس. أخ وأخته وليلى كانت عارفة كل حاجة، وساعات كانت تطلع من البيت بالليل علشان تسيبنا لوحدنا. كانت تقول: ليه يا ماما؟ أنا رايحة ببات عند ياسمين علشان نذاكر، وكنت أعرف إنها بتعمل كده علشان تدينا خصوصية. الأيام كانت بتعدي حلوة قوي، أنا كنت أسعد وحده في الدنيا، كنت بحس إني عايشه تاني. كريم كمان كان سعيد وتغير شكله كله، رجع ياخد وزنه ووشه بقى في حياة تاني
وبقى يضحك ويهزر معايا، ومع ليلو كنا عايشين كعيل وسعيدو. محدش يعرف السر اللي بينا. المفتاح كان بيفتح الباب كل يوم، وأحيانا أكتر من مرة في اليوم، وكل مرة كان الإحساس بيبقى أحلى من اللي قبلها. كريم كان بيقول لي: يا سلمى، المفتاح ده بقى مصنوع خصيصا للباب ده، وأنا كنت بقول له: الباب ده بقى ما بيفتحش غير بالمفتاح ده. بس زي ما بيقولوا، كل حاجة حلوة لازم تخلص بعد شهرين. كريم بدأ يحس بالذنب تاني، بدأ يقول لي: يا سلمى، إحنا عايشين في حرام كبير، ولازم نتوب ونبطل اللي إحنا بنعمله ده. قلت له: ليه دلوقتي إحنا عايشين سعداء ليه نبطل؟ قال لي: علشان ده حرام، وعلشان أنا خايف من عذاب ربنا. قلت له: طيب وأنا مش خايفه؟ أنا كمان خايفه، بس أنا مش قادر أبعد عنك. قال لي: ولا أنا قادر أبعد عنك، بس لازم نحاول. قلت له: طيب حاول، وأنا هحاول كمان. حاولنا نبعد عن بعض بس ما قدرناش كل يوم. كنا نقول: النهاردة آخر مرة وبكرة هنبطل، بس كنا نرجع نعمل نفس الحاجة تاني. المفتاح كان أقوى من أي قرار، والباب كان مستني المفتاح كل يوم ومش قادر يستغنى عنه. لحد ما في يوم كريم قال لي: يا سلمى، أنا قررت أرجع الإسكندرية. أنا لازم أبعد عنك علشان نقدر نتوب ونستغفر. قلبي اتقطع لما سمعت الكلام ده، وقلت له: لا يا كريم، ما تسيبنيش. أنا مش هعرف أعيش من غيرك تاني. قال لي: ولا أنا هعرف أعيش من غيرك، بس ده الصح، ده اللي لازم يحصل علشان ما ندخلش النار. قلت له: طيب لو أنت عايز تمشي امشي، بس أنا مش هسامحك أبدا. كريم رجع الإسكندرية بعد 3 شهور، قضاهم معايا أحلى 3 شهور في حياتي. لما مشي حسيت إني متاني، رجعت للوحده اللي كنت فيها قبل ما يجي. بس المرة دي كانت أصعب 1000 مرة علشان أنا ذقت طعم الحياة. وبعدين اتسلتت مني تاني ليلو، حاولت تخفف عليا، كانت تقعد معايا وتكلمني وتحاول تضحكني، بس مفيش فايده. أنا كنت بعيط كل يوم، كنت بتصل بكريم وهو يرد عليا، وكنا نتكلم ساعات طويلة، وهو كان بيقول لي: يا سلمى، أنا بموت عليا، بس أنا عايزه التوب وارجع لربنا قبل ما أموت. قلت له: وأنا يا كريم، أنا كمان عايزه التوب، بس أنا مش قادره أنسى اللي كان بين الأسابيع، كانت بتعدي بطيئة قوي. كل يوم كان بيعدي زي سنه. أنا كنت بروح الشغل وارجع وأقعد في البيت لوحدي لما ليلى تكون في الجامعة. كنت بفتكر كل لحظة قضيتها مع كريم، كل بوسه وكل حضنه وكل مرة المفتاح فتح الباب. كنت بحس إني بجنن من الاشتياق. في يوم من الليل الأيام اتصل بيا كريم وقال لي: يا سلموا، أنا مش قادر أستحمل، أنا لازم أشوفك. قلت له: تعالى يا كريم، أنا مستنياك. قال لي: بس هاجي، بس مش هقعد كتير، هاجي يوم واحد بس علشان أشوفك وتطمن عليا. قلت له: تعالى، حتى لو ساعة وحده، أنا محتاجه أشوفك. كريم جه في آخر الأسبوع، وأول ما شفته جريت عليه وحضنته وبصت قدام ليلى. ومش مهم، هو رد عليا بنفس الحرارة وقال لي: يا سلمى، أنا اشتقيت لك جدا. قلت له: وأنا كمان يا حبيبي. دخلنا الأوضة أنا وهو وقفلنا الباب وبدانا نعوض الأيام اللي فاتت. المفتاح دخل الباب بشوق رهيب، والباب استقبل المفتاح بكل الحب. فضلنا كده ساعات طويلة من غير ما نتعب. كل ما كنا نخلص كنا نبتدي تاني، وكل مرة كانت أحلى من اللي قبلها، لحد ما وصلنا لمرحلة الإنهاك التام ونمنا في حضن بعض. لما صحينا كريم قال لي: يا سلموا، أنا قررت حاجة. قلت له: إيه؟ قال لي: أنا مش هعرف أبعد عنك تاني، أنا هسيب الشغل في الإسكندرية وهاجي اشتغل في القاهرة وهعيش معاكي أنا وإنت. هنتجوز. قلت له: إزاي نتجوز؟ إحنا أخوات. قال لي: هنتجوز عرفي، يعني هنعمل عقد قران في السر عند شيخ ما يعرفناش، وهنقول له إننا مش إخوات ونعيش مع بعض كزوج وزوجه، بس في السر. قلت له: وقدام الناس؟ قال لي: قدام الناس هنفضل أخ وأخته زي ما احنا، محدش يعرف غير ليلى، بس على الأقل يبقى في عقد بينا وما نبقاش عايشين في الحرام المطلق. فكرت في الكلام ده كتير وقلت لنفسي: هو ده فعلا حل. لو عملنا عقد قانون حتى لو بالطريقة دي، على الأقل يبقى في حاجة تحللنا قدام ربنا حتى لو الناس ما تعرفش. قلت لكريم: طيب نعمل كده. وعملنا عقد قرار في السر عند شيخ في منطقة بعيده، وقلنا له إننا مش إخوات وإن أهلنا رافضين جوازنا، علشان كده عايزين نتجوز في السر. الشيخ صدقنا وعمل لنا عقد، وبقينا جوز ومرات رسميا بس في السر. كريم ساب شغله في الإسكندرية ولقى شغل في القاهرة، وجع عاش معايا في البيت. قدام الناس كنا إخ وأخته، بس في الحقيقة كنا جوز ومرات. ليلى كانت سعيدة قوي بالقرار ده، وكانت بتعاملنا فعلا كأننا جوز ومرات، وكانت بتقول لي: يا ماما، أنا فرحانة إنك سعيدة دلوقتي. كنا عايشين حياة مزدوجة قدام الناس، إخ واخته، وفي البيت جوز. ومرات المفتاح كان بيفتح الباب كل يوم، واحيانا اكت من مرة، وكنا سعداء جدا. بس السعادة ما دامتش طويل بعد سنه. كريم بدأ يحس بالذنب تاني رغم عقد الجواز. بدأ يقول لي: يا سلمى، العقد ده مش حقيقي، احنا غشينا الشيخ وقلنا له اننا مش اخوات.
احنا لسه عايشين في الحرام. قلت له بس احنا متجوزين. قال لي جواز باطل علشان مبني على كذب ان مش مرتاح يا سلمى. انا عايزه توب وطوبه حقيقيه. قلت له طيب توب وسيبني. قال لي انا مش قادر اسيبك، بس انا كمان مش قادر اكمل كده. وبدا صراع جديد جوه كريم، صراع بين حبه ليا وبين خوفه من عذاب ربنا. وانا كنت بشوف الصراع ده قدامي وقلبي بيتقطع عليه. في يوم من الايام كريم قال لي يا سلمى تعالى نتكلم انا وانت بجد. قعدنا نتكلم وقال لي انا بحبك جدا، بس أنا مش قادر أكمل كده. أنا خايف من النار يا سلمى، خايف إني أدخل النار بسببك. قلت له وأنا كمان خايفه يا كريم. أنا عارفه إننا بنعمل حرام، بس أنا مش قادر أستغنى عنك. قال لي لازم نلاقي حل، لازم يا إما نتوب ونبطل خالص، يا إما نكمل ونستحمل عذاب ربنا. قلت له أنا مستعد استحمل أي حاجة، بس ما بعدش عنك. قال لي بس أنا مش مستعد ادخلك النار معايا. أنا لو بحبك فعلا لازم ابعد عنك علشان أحميكي من النار. الكلام ده كان صعب عليا جدا، بس في نفس الوقت حسيت إن كريم بيحبني فعلا علشان بيفكر في مصلحتي، حتى لو كان ده معناه إنه يبعد عني. قلت له طيب يا كريم، لو أنت شايف كده يبقى نعمل إيه؟ قال لي أنا هرجع الإسكندرية تاني وهحاول أتجوز واحده ثانية علشان أنسى، وأنت كمان حاولي تتجوزي واحد تاني علشان تنسي ونتوب لربنا قبل ما نموت. قلت له أنا مش هعرف أتجوز حد غيرك يا كريم، أنا قلبي بقى ملكك. قال لي ولا أنا هعرف أتجوز حد غيرك، بس لازم نحاول علشان نتوب. ومن ساعتها كريم رجع الإسكندرية وساب البيت وسابني أنا وليلى لوحدنا. رجعت تاني للوحدة اللي كنت فيها قبل كده، بس المرة دي كانت أكسى 1000 مرة علشان أنا عشت سنه كامله مع كريم كجوز ومرات، وبعدين فقدته دلوقتي. أنا بحكي لكم القصة دي وأنا تعبانه نفسيا جدا. مش عارفه اعمل إيه. بنتي ليلى بتقولي يا ماما اتصلي بخالي كريم وقولي له يرجع، بس أنا عارفه إن لو رجع هنرجع نعمل نفس الحرام وهنفضل عايشين في الذنب ده لحد ما نموت. أنا عايزه أفهم إيه اللي وصلني أنا وكريم للحال ده، وإيه اللي خلاني أقبل إني أعيش مع أخويا كزوج. مرات ومين المذنب فينا؟ أنا اللي كنت محتاجه ومحرومه 4 سنين من الحنان والحب، ولا كريم اللي كان محتاجه محروم بعد موت زوجته؟ ولا إحنا التانيين مذنبين بنفس القدر؟ أنا مش عارفه. احكم على نفسي. أنا عارفه إني عملت حرام كبير، بس في نفس الوقت أنا حسيت بسعادة ما حسيتش بيها في حياتي كلها. هل السعادة دي تستاهل إني أدخل النار علشانها، ولا المفروض أضحي بيها وتوب وأعيش بقية حياتي في الوحده والحرمان؟ أنا حاليا بفكر جديا إني أطلب من كريم يرجع تاني. مش مهم لو هندخل النار، مهم إننا نكون مع بعض ونكون سعداء، ولو لفترة قصيرة. ولا المفروض أكون قوية واستحمل البعد وتوب لربنا وادعي إنها يسامحني على اللي عملته؟ بنتي ليلى لسه بتقولي يا ماما اتصلي بخالي وقولي له يرجع. أنا شايفاكي بتموتي كل يوم من الوحدة، ليه تعذبي نفسك كده؟ بس أنا خايفه لو اتصلت بيه وقلت له يرجع رجع، نرجع نعمل نفس الحرام ونفضل عايشين في الذنب لحد ما نموت. أنا مش عايزه أدخل النار، بس في نفس الوقت مش عايزه أعيش من غير كريم. مش عارفه اعمل إيه يا جماعة، انتوا قولولي اعمل إيه. هل اتصل بكريم وأقول له يرجع ونكمل حياتنا مع بعض حتى لو في الحرام، ولا أكون قوية واستحمل البعد وتوب لربنا؟ ساعدوني أقرر، أنا تعبت ومش عارفة أعمل إيه.